أهلا بيكم في يوم جديد مع ندى عيد. كل يوم جديد ربنا بيكتبه لنا ليه معنى إنك تقوم تتحرك تعافر عشان توصل. وحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إزاي اليوجا هتساعدني ألاقي نفسي. اليوجا زي ما معظمنا عارفين إنها رياضة، وبتنقسم لثلاث حاجات: تمارين الجسد والنفس والتأمل. وكل مدرسة من دول هي ممكن تبقى مستقلة بذاتها، مش شرط ان احنا نكون بنعمل الثلاث حاجات مع بعض. especially المديتيشن، يعني المديتيشن ممكن نحسبه مدرسة تانية، هو actually مدرسة تانية. لكن النفس والرياضة الاتنين مع بعض هم مقترنين ببعض. وسؤالنا هنا هرجع أعيده لكم تاني: ازاي باليوجا ممكن ألاقي نفسي؟ عملت لكم بودكاست قبل كده عن قصتي ورحلتي مع اليوجا، بدأت ازاي وايه اللي خلاني ابقى احسن، ايه اللي طورني، ايه اللي خلاني نظرتي للدنيا تختلف شوية. وده كان سببها اليوجا. طبعا هي اكيد مش السبب الرئيسي، اكيد في اسباب تانية. الحاجات ان احنا كل يوم بننضج اكتر، ربنا بيبعت لنا حاجات في حياتنا تخلينا دايما نتعلم، يعني كل يوم بتتعلم حاجة جديدة. فطبعا فكرة اليوجا انها دخلت معايا في الموضوع خلت وعيي يبقى اعلى، خلتني ابص على حاجات تانية بمنظور مختلف. طبعا مش اليوجا بس، برضو دراستي للريكي وقراءتي في علم الطاقة وقراءتي في مجالات تانية كتير اكيد وسعت الادراك عندي. وطبعا قربي من ربنا ده شيء اساسي قبل كل دول. ف دي حاجات ساعدتني كتير قوي في ان رحلتي تبقى احسن، وان تطوري برضو يبقى احسن. طيب، نرجع للسؤال تاني: ازاي اليوجا هتساعدني الاقي نفسي؟ واحد، احنا قلنا ان اليوجا ثلاث حاجات: الاتحاد ما بين الروح والعقل والجسد. الروح والعقل والجسد. تاني، الجسد من خلال التمارين الرياضية. طب التمارين دي هتفيدني في ايه يعني؟ اولا، هتخلي صحتك احسن، هتخلي مودك احسن، لان كل حركة انت بتتحركها بتفرغ طاقة في جسمك، حاجات متخزنة، حاجات من زمان، حاجات تروماز ممكن تبقى موجودة بس احنا ما خدناش بالنا منها قبل كده. كل ده بيتفرغ واحدة واحدة مع الرياضة. هل مقترن على اليوجا بس؟ لا، يعني انا من وجهة نظري ان اي تمارين الواحد هيعملها هتفرغ طاقة، بس اليوجا اكتر شائعة بانها بتفرغ طاقات اكتر، لانها فعلا بتدوس على حتت معينة وانرجي بوينتس معينة، فبتفرغ الطاقات المكبوتة اللي فيها. فطبعا بتقدر تساعدني ان انا لو في اي مخزون طاقي في جسمي ان هو يحصل له هيلينج او ريليف بالمعنى الاصح. طب النفس ممكن يساعدني في ايه؟ النفس هيساعدك انك تبقى هادي، والهدوء بيبقى طريق او باب بيفتح لك مجالات اكتر. لما بتبقى هادي بتقدر تفكر بشكل احسن، بتقدر تفكر بشكل بوزيتيف، بتقدر تلاقي حلول للمشاكل اللي عندك، او بتبدأ تفهم نفسك اكتر. تبدأ انت بقى بينك وبين نفسك تطرح اسئلة على نفسك: طب هل انا بحب الحاجة دي ولا ما بحبهاش؟ الحاجة دي هتفيدني ولا مش هتفيدني؟ بتوسع ادراكك وبتخليك هادي. فكل ما بنبقى هاديين اكتر، كل ما تفكيرنا بيبقى احسن وبيبقى اعمق، فبالتالي بنقدر ناخد قرارات صحيحة، نقدر نقول انها غير متسرعة، او قرارات بناخدها في اوقات غضب مثلا. فدي من الحاجات اللي ممكن تسبب لنا مشاكل كتير في حياتنا، ان احنا ناخد قرارات غلط في اوقات غلط بسبب انفعالات معينة او ظروف معينة اتحطينا فيها. زي ما اتكلمنا، اليوجا فيها تفريغ طاقات. احنا في اماكن معينة بيحصل فيها مخزون لطاقات. for example مثلا منطقة الاكتاف. منطقة الأكتاف دايما بتخزن طاقات ليها علاقة بالشغل، بالماديات. فلما تبقى مثلا مزنوق ماديا أو عندك مشكلة مادية، تحس إن كتافك كده في تقل عليها كده، تحس إنك تقيل، مش مرتاح، شايل هم
على كتافك. فالكتاف من اكتر الاماكن اللي بتخزن الامور المادية. مثلا منطقة الحوض بتأثر او بتسجل الطاقات اللي ليها علاقة بالحب، المشاعر، بتخزن الطاقات اللي ليها علاقة بالحب والمشاعر والحاجات اللي احنا بنحس بيها. فدايما تلاقي ناس لما يبقى عندها misunderstanding كده او misleading لمشاعرهم، دايما مشاعرهم متوترة، مش حاسين ان هم بيعبروا عن نفسهم كفاية، بيعرفوا يحبوا نفسهم ويحبوا الآخرين. دايما تلاقي عندهم tight hips، منطقة الحوض دي على طول متيبسة، ما يعرفوش يربعوا، ما يعرفوش يفتحوا حوض، ما يعرفوش يعملوا أي تمرين من التمرينات اللي ليها علاقة بفك الحوض وفك التنشنة. طيب التأمل هيساعدني إني ألاقي نفسي إزاي؟ ده بقى عمهم. عايزة أقول لكم إن كل حاجة إحنا بنعملها في اليوجا والنفس هي التارجت الأساسي بتاعها إن أنت تعرف تعمل مديتيشن لوقت طويل، يعني تقعد في قعدة التأمل دي لفترة طويلة من غير ما تحس بأوجاع في جسمك أو تحس بتعب. طبعا في البداية يعني أصلا التربيعة دي لوحدها ممكن تبقى بتطلع لك 900 ألف فكرة ومتبقاش عارف تخرج من مستنقع أفكارك، لكن مع التمرين بتبدأ واحدة واحدة تحس قد إيه أنا بقيت هادي، قد إيه بقيت أعرف أسيطر على أفكاري. الأفكار السلبية بطردها بره على طول، ما بفكرش فيها ولا بحكم عليها، أنا ببعدها عني وبركز أكتر على الأفكار الإيجابية، الحاجات اللي توصلني للأهداف اللي أنا نفسي فيها أو اللي تخلي حياتي أفضل وتخلي الباترن بتاع حياتي في المستقبل أو في الحاضر والمستقبل إن هو يكون أحسن. ما نفكرش في الماضي. كتير قوي في المديتيشن هتلاقي في كمية أفكار بتبوب اب في دماغك من وانت عندك 3 سنين، ما تعرفش انت اصلا فاكرها ازاي، بس هي في المديتيشن بتطلع. اللي هو مخك احنا بنسميه المونكي مايند، العقل القرد، ان هو فعلا عامل زي القرد، هي دي وظيفته، ان هو يقعد يتنطط ويشتتك ويروح ويجي ويتشقلب عشان خاطر يخليك ما تفكرش ولا تركز في الحاجة اللي انت عايز تعملها دلوقتي او اللي انت مخصص لها الوقت ده انك تعملها فيه. فطبعا التأمل من الحاجات اللي مهمة جدا في حياتنا ان احنا نعملها. ومش هقولك بقى ان لازم تتأمل التأمل الهندوسي او الكلام ده كله، لان احنا في الاول وفي الاخر شعوب عربية عندنا ديانات سماوية، واتقابر احنا ديانتنا ايه او بنصدق في ايه او عقيدتنا ايه. اعمل ده اللي يناسب عقيدتك ويناسب افكارك ويناسب التربية والبيئة اللي انت اتربيت فيها. انا كواحدة مسلمة مش لازم اقعد في المديتيتيف بوز، ممكن اكون بتأمل في انا عندي زرعة او قدامي شجر كتيرة وانا في جنينة، ممكن ابقى مفتح عينيا وقاعد حتى على البحر، ابقى افتح عيني وابص على خلق ربنا واتأمل فيه. وعلى فكرة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان بيتأمل. فلو حد قالك ان التأمل حرام، فلا، التأمل مش حرام. انت كل حاجة يا جماعة هي ليها وجهين لعملة واحدة، انت هتستخدم انهي وجه ليها؟ هل هتستخدم الوجه الحلال او اللي يناسب العقيدة بتاعتك ويناسب الشريعة بتاعتك، ولا بتعمل الحاجة وخلاص زي ما اصحابها قالوا؟ فانت بتعمل الحاجة من وجهة نظرك، انت بتتعلم حاجات كتير قوي من الغرب، لكن بتطبقها بالشكل اللي يتناسب مع شخصيتك، مع نفسك، مع عقيدتك، مع الحاجات اللي انت مؤمن بيها. فالتأمل شيء أساسي ان انت تقعد تتفكر وتتدبر. فانت لو بتسبح مثلا بأسماء الله الحسنى، بتتسبح بأستغفر الله العظيم، لا إله إلا الله، whatever التسبيحة اللي انت بتسبح بيها، او بمجرد ان انت باصص في السحاب وبتتفرج على ألوانه وسبحان الله بتتأمل ازاي تداخل السحابة في السحابة، الألوان ازاي الجريدينت بتاعها كده، ازاي في حتة بيضة قوي، في حتة زرقاء شوية، في حتة رمادي. انت هنا بتتأمل. this is kind of meditation. وعلى فكرة مش بيقف المديتيشن هنا بس، لا، كمان انت ممكن تعمل مديتيشن بانك ترسم، بانك تغني، بانك ترقص، بانك تقرا كتاب، بانك تقرا في المصحف. كل دي انواع للتأمل. يعني ما تحطش التأمل في قالب واحد بس وتقفل عليه وما تدخلش عليه اي حاجة. لا، انت ممكن تتأمل بكذا طريقة وتاخد
the most beneficial part من التأمل. بس انا من الحاجات اللي بحب اعملها قوي ان انا طبعا اقعد اتفرج على البحر، اقعد اتفرج على الزرع واشوف الزرع وهو لو الهواء قوي مثلا فاشوفه بقى الورق وهو بيتطاير شمال ويمين والشجر. احس بسبحان الله التغيرات اللي بتحصل اصلا في حياتنا وفي يومنا. اليوم الواحد بيحصل فيه كام تغير. احنا على الارض، احنا كل ثانية بتعدي علينا فيها past present future، فيها ماضي حاضر مستقبل. في كل ثانية ما بكلمكش على النهاردة ومبارح وبكرة، أنا بكلمك في نفس اليوم. احنا عندنا التري تنسز في نفس اليوم. فانتوا متخيلين قد ايه احنا فعلا ما بين ثانية والتانية بنتغير. لازم نواكب التغيير ده، لأن التغيير ده لو ما كانش موجود ما كانش هيبقى فيه حياة، ما كانش هيبقى فيه اختلاف، ما كانش هيبقى كل واحد فينا عنده شخصية مستقلة عن التاني، عنده فكرة مختلفة عن التاني. كنا كلنا هنبقى واحد وكانت الدنيا كلها هتبقى حلوة وجميلة، وما كانش هيبقى فيه يا إما كلنا هنبقى أشرار، يا إما كلنا هنبقى طيبين، يا إما هنبقى كلنا نيوترال. فما كانش هيبقى فيه لازمة للدنيا. لكن إحنا وجودنا على الأرض كان هدفه اختلافنا. الهدف الأساسي اختلافنا، واختلاف كل ثانية بنعدي وبنمر بيها بتخلينا فعلا، يا إما بتخليك أقوى، يا إما بتكسرك زيادة، يا إما بتعلمك تقع وتقوم. أنت هنا بقى بيجي دورك. أنت هتستغل اللحظة دي إزاي؟ هل هتستغلها أشد استغلال في إنك تحسن نفسك وإنك تبقى أحسن، وإنك تحسن نفسك من غيرك، من شر الناس اللي حواليك، وإن أنت تبقى قريب من ربنا، وإن أنت تبقى ناجح في شغلك وشخصيتك قوية وكل يوم بتطور فيها يوم عن يوم بتبقى أحسن؟ ولا هتختار إن الدنيا تبقى هي اللي سايقاك وإن هي تبقى فوق راسك وتدوس عليك برجلها، ولا بتطور في نفسك واقف محلك سر ما بتعملش أي حاجة؟ أنت هنا اللي بتختار، أنت هنا مخير مش مسير. ربنا بيفتح لك أبواب كتير قوي وأنت اللي بتختار أنهي باب هتمشي من خلاله. يبقى اليوجا هنا ساعدتني في إيه؟ أولا ساعدت جسمك إنك كل يوم حتى لو بتتمرن ل5 دقايق بس، فأنت بتشوف بروجرس في جسمك. بطنك هتقل شوية، عضلات رجلك هتشد شوية، كتافك هتفتح شوية، رقبتك هتصحى من النوم مش هتبقى وجعاك. مثلا في شكشكة في رجليك من تحت، ما بتقدرش تقف عليها كتير. اليوجا، التمارين الفيزيكال، البارت الفيزيكال بيساعدك على ان انت تقدر تمارس مهامك اليومية من غير ما تحس ان في وجع عضلي شديد عليك. لان عضلاتنا دي، بصوا انا في جملة بحبها جدا: لبدنك عليك حق. في كل حاجة بقى بصراحة يعني، في نفسك، في تمرينك، في اكلك، في شربك، في how you treat your body، بتتعامل ازاي مع جسمك، بتقوله ايه، بتكلمه ازاي. كل الحاجات دي بجد بتأثر في جسمنا وبتأثر في نفسيتنا. فأول حاجة في الرياضة إنها كل يوم لما تعمل من 10 دقايق لربع ساعة ماكسيمم لو انت وقتك محدود، فدول كافيين جدا. أولا إن هم ينظفوا لك أي مسارات طاقة جوه جسمك انت حاسس ان انت مش مرتاح فيها، او مثلا متعصب شوية، غضبان شوية. المشاعر دي مع ال10 دقايق دول هتلاقيهم اتفرغوا وبقوا احسن. مع النفس هتبدأ تبقى احسن، هتهدى اكتر، هتاخد اليوم كده، تاخد نفس عميق كده وتقف قدام الشباك وتاخد نية لليوم عامة. يا رب نويت النهاردة ان انا اتعلم حاجة جديدة في مجال شغلي، نويت يا رب ان انا اعامل الناس كلها برفق وبود النهاردة. اخد نية وقف كده قدام الشباك وتنفس وشم الهواء الطبيعي بتاع ربنا. افتحوا الشبابيك يا جماعة، طهروا البيت من الطاقات اللي جواه، جددوا طاقة البيت بانكم تدخلوا الشمس وتدخلوا النور، مش على البيت وبس، لا عليكوا انتوا كمان. افتحوا شباك قلبكوا، افتحوا عينيكوا، شيلوا السحابة اللي على عينيكوا او الغمامة اللي على عينيكوا، وابدأوا تنفسوا بطريقة احسن. ابدأوا شوفوا ان ربنا الحمد لله اداني يوم جديد، واليوم ده ممكن اعمل فيه حاجات كتير قوي، وممكن في يوم تاني ابقى تعبان ومرهق، ويبقى عندي الفرصة ان انا ارتاح، او ان انا اقعد طول اليوم ما اعملش حاجة. ممكن
اقرا لي صفحة بس من الكتاب، اقرا صفحة في المصحف، اتفرج على مسلسل مضحك يضحكني ويغير مودي للأحسن. حتى أبسط الحاجات أنا عايزاكم تستمتعوا بكل لحظة في حياتكم. أنا مش عايزاكم تبقى الحياة كلها جد جد جد. هصحى الصبح عامل زي المكنة كده، عامل زي الروبوت. بصحى الصبح، بدخل الحمام، بصلي، بفطر، بنزل شغلي، بخلص شغلي، برجع اتغدى، انام، اصحى، اعيد نفس اللي عملته تاني. انتوا فين؟ انتوا فين؟ انتوا مش مكن، انتوا بني ادمين. فانتوا طبيعي جدا ان انتوا يبقى عندكم ايام تعبانين فيها، عندكم ايام محتاجين ترتاحوا فيها. آم، الويك اند بتاعكم خلوا شكله مختلف، انزلوا، العبوا، اتبسطوا، طلعوا الطفل اللي جواكم. الحاجات دي هتفرق معاكم جدا في صحتكم الجسدية والنفسية. تاني خطوة معانا هي النفس. أول ما تصحى من النوم، اقف قدام الشباك، اتنفس هوا طبيعي، خد نية لليوم اللي ربنا ييسره لك ويبارك لك في كل خطوة بتخطيها في يومك ده، وجملة جميلة جدا: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، تبدأ بيها أول لحظة في يومك. طبعا مع إنك أول ما بتفتح عينيك وإنت على السرير وتحمد ربنا إنه أصلا في يوم جديد وإن إنت لسه حي ترزق. تحمد ربنا على السرير اللي شايلك، الملايات، المرتبة، الغطا اللي مغطيك. النعم دي كلها اللي احنا خدناها for granted وتعودنا عليها وما بقيناش حاسين بقيمتها. لو في يوم راحت هتحسوا بقيمتها. فاحمدوا ربنا على كل صغيرة وكبيرة، حتى بق المية اللي انتوا بتشربوه الصبح على الريق، احمدوا ربنا عليه، لان فيه غيرنا كتير قوي مش لاقيين. تالت حاجة تفريغ الطاقة، زي ما قلتلكوا، مع النفس ومع انك بتحرك جسمك بحركات بسيطة انت بتفرغ طاقات كتير من جسمك. وكمان مع المواظبة على الصلاة. الصلاة لوحدها كافية انها تغسل لك كل الطاقات اللي جواك وتجددها لك وتجدد لك خلايات جسمك. جسمك اصلا كل يوم في مئات وملايين الخلايا بتموت وفي ملايين الخلايا بتعيش، فانت جسمك متجدد، بيجدد نفسه بنفسه من تلقاء نفسه. فانت لما بتقوي الكونكشن اللي ما بينك وما بين ربنا، ايا كان ديانتك ايه، فده بيجدد طاقتك اصلا تلقائي ببساطة. لكن ده مش معناه ان احنا نستغنى عن الطرق والوسائل التانية في التواصل برضو مع ربنا، والتواصل مع الطبيعة، والتواصل مع الكون، والتواصل مع جسمنا شخصيا. رابع حاجة اللي اتكلمنا عنها برضو التأمل. بخصص وقت معين، توقيت معين، 5 دقايق، 10 دقايق، ممكن أول ما أصحى من النوم، ممكن قبل ما أدخل أنام. بس طبعا أنا بفضل إن هي ما نعملش مديتيشن قبل النوم. ممكن نعمل تمارين نفس بسيطة قبل النوم، دي تساعدنا في الدخول للنوم بشكل أعمق. لكن بأفضل إن المديتيشن لو هنعمله بالليل فنعمله قبل ما ندخل ننام بحوالي ساعة. ثبتوا مكان وميعاد المديتيشن، يعني وليكن مثلا كل يوم الساعة 10 بالليل، أو كل يوم بعد ما أصلي العشاء. خلاص صليت وأنا في مكاني على سجادة الصلاة في نفس اتجاهي للقبلة، بربع رجليا أو بنام على الأرض أو whatever الوضع اللي مريح بالنسبة لك. ممكن أبدأ أسبح، ممكن أبدأ أركز بس في نفسي، أراقب الانهيليشن والاكسهيليشن، أراقب حركة بطني مع الانهيليشن وهي بتتنفخ، واخد نفس عميق، اكسهيل، بخرج النفس من مناخيري وبشد بطني كلها معايا وبكرر. فهتلاقي مخك لوحده اوتوماتيكلي بدأ يشد الفيشة كده ويديك شوية من وقتك ويعيشك في البريزنت مومنت، في اللحظة اللي انت فيها دلوقتي. تنفس بالراحة وبعمق، تحس بجسمك، تحس بحركة بطنك وأمعائك، تحس بنفسك أصلا. ممكن أولع شمع، ممكن أولع بخور، بس يفضل إن البخور يفضل إن هو يبقى الصبح، ما نبخرش بالليل قوي يعني، ما بحبش. ممكن أولع شمعة، بس اتأكدوا إن الشمع ده بتجيبوه من مكان موثوق فيه ومصدره طبيعي 100%، علشان ما يبقاش توكسيك ويسبب لكم مثلا حساسية أو وجع في الرئة يعني أو كده. فتأكدوا دايما من البخور والشمع، لأن الاتنين دول أحيانا بيبقى فيهم مواد توكسيك شوية، فاشتروهم من أماكن أو مصادر موثوق فيها
علشان تحافظوا على نفسكم وعلى صحتكم، لان هدفنا من كل اللي احنا بنعمله ده ان صحتنا تبقى احسن وان حياتنا تبقى احسن ما نضرهاش. تمام، هظبط مثلا جنبي ستوب ووتش، او مش لازم انا هقعد وهي تيجي وقت ما تيجي. يعني لو حسيت انك عايز تقعد 5 دقايق it's fine، حسيت ان هم 10، حسيت ان هم نص ساعة، اقعد الفترة اللي تحسسك ان انت مبسوط ومرتاح وراضي. مش بعمل الموضوع علشان هو إلزام بالنسبة لي إن أعمله، لا خالص. انت كل الحاجات دي بتعملها for fun، كل الحاجات دي بتعملها عشان انت تبقى مبسوط وعشان تكون مرتاح. فما تاخدهاش أبدا إنها حاجة انت ملزم إنك تعملها كل يوم في وقت معين، لا. يعني خليك سهل وبسيط كده، يعني سهل الأمور عليك وبسط الدنيا وتيك ات ايزي كده. طيب بعد ما عملت الخطوات دي كلها، انا حسيت بقى بفرق في ايه؟ يوم عن يوم زي ما قلت لكم بالفيزيكال براكتس هتبداوا تحسوا ان جسمكم بقى احسن، شكل جسمكم يوم عن يوم هيفرق. طبعا طبعا اكلكم، الاكل اللي انتوا بتدخلوه لجسمكم مهم جدا انكم تبقوا بتدخلوا لجسمكم العناصر اللي هو محتاجها، بلس انك ما تضروش. فابسط نصيحة اقدر اقدمها لكم في حتة الاكل، ودي كان الجورو بتاعنا في الهند كان قال لنا عليها قبل كده: فكوكوا من اي بقى نظام غذائي، انتوا اعملوا النظام الغذائي اللي مناسب لجسمكم. بمعنى انا دلوقتي معايا نوت بوك صغيره جدا، باكل النهارده مثلا هاكل بطاطس، هاكل لحمه، هاكل نوع من انواع الفاكهه، هاكل نوع من انواع الجبنه. أم، دورتي بقى اليوميه، هل مثلا دخلت الحمام بسهوله؟ هل حسيت بكركبة في بطني؟ هل حسيت بجعزز كتير في بطني؟ طب انا اكلت ايه النهارده غلط؟ ابدأ بقى شوف انت اكلت ايه النهارده وايه السبب اللي حصل ده، وهل السبب ده سلبي ولا ايجابي. لو لقيت حاجة سلبية فخلاص، مثلا الفراولة انا اكلتها النهارده ضربت لي حساسية في جسمي كله، خلاص الفراولة بقت بلاك ليست بالنسبة لنا، فهنكتب على جنبها ان حصل لي حساسية من الفراولة، فاحنا هنوقف فراولة لفترة and so on. كل يوم بجرب أكلة جديدة، بعمل حاجة جديدة، بشوف جسمي هيرياكت عليها ازاي. في الآخر هيبدأ يطلع لك حصيلة للمواد الغذائية اللي انت محتاج ان انت تاكلها، واللي ما بتعملكش مشاكل في الهضم، ما بتعملكش مشاكل حساسية جلدية، ما بتعملكش أي حاجة. الألبان مثلا، كلنا معظمنا عندنا مشكلة من الألبان، بس actually مفيش بقى حساسية لاكتوز وكلام ده كله. اللبن فيه مادة معينة اسمها الكاسين، المادة دي هي ما بتتهضمش أساسا، فاللبن عند كل الناس ما بيتهضمش، بس في ناس بتنجلكت الموضوع وبيدخل في 90,000 حاجة في يومنا، فما بناخدش بالنا ان هو اللي مسبب لنا المشكلة. بس لما توقف لبن اسبوع اسبوعين وترجع تشرب بق لبن واحد، هتحس قد ايه جسمك بيتعب منه. انا بديك اكزامبل. فهنا انت بتعمل النظام الغذائي الخاص بيك اللي بيخليك نشيط، ما بيتعبكش، ما بيعملكش حساسية، قولونك ماشي كويس قوي، والمعدة بيت الداء. خد بالك انت ما تاكل دقيق كتير، طبعا الدقيق ده كارثة المفروض اصلا يتمنع، لكن لو انت بتاكل دقيق كتير وعندك constipation فدفنتلي هو السبب. فانت محتاج تقلل 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 لحد ما تمنع خالص الدقيق وبكل مشتقاته ومنتجاته and so on. فبتبدأ تعمل انت دايت بلان كده ليك، اساسها مش الدايت، اساسها صحتك، اساسها انك تاكل الحاجات اللي مفيدة لجسمك. شرب المية برضو، ربنا الحمد لله خلق لنا في مخنا جسمك ذكي جدا، فهو لما بيجوع بيقولك، بيديك اشارات ان هو جعان، وبرضو نفس الكلام لما بيبقى عطشان بيديك اشارات ان هو عطشان، قوم اشرب. فبلاش نلعب في الترموستات اللي ربنا خلقها، يعني keep it زي ما هي. لما تحس انك جعان قوم كل، لما تحس انك عطشان قوم اشرب، فول ستوب. خلاص شبعت، حاول يعني ما تشبعش للاخر، يعني خلي فيه برسنتج كده راحة عشان تبقى قادر انك تتحرك وقادر انك تتنفس. وبرضه دي سنة عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، احنا مش قوم عايشين عشان ناكل، احنا بناكل عشان نعيش. فانت بتاكل القدر اللي يخلي عندك طاقة، القدر اللي يخلي عندك
عزيمة، وانك تقوم تشتغل وتبقى مركز في شغلك، ما تبقاش مركز في ان انت عصافير بطني بتصوصو فانا هاكل امتى. فما تعملش مهامك اليومية بشكل صحي او بشكل كويس. انت بتبقى مخك مركز في حاجة تانية خالص، اللي هي الاكل او الجوع او العطش او اي غريزة من الغرائز التانية. ف سيمبلي يعني سيبوا الترموستات اللي في مخكوا تشتغل زي ما ربنا خلقها، وما نتدخلش في الحاجات اللي ربنا خلقها لنا. يعني ما نلعبش في الترموستات دي، مش نشربش مية عمال على بطال، وما بناكلش عمال على بطال، مش بناخد سناك طول الوقت، لأ. سيمبلي جعان كل، عطشان اشرب، بكل بساطة وسهولة من غير تعقيد. بعد المديتيشن بقى خلي جنبك نوت بوك صغيرة. النوت بوك دي انت وانت بتعمل مديتيشن بيبدأ يجيلك ريفلكشنز، بتبدأ تجيلك أسئلة. فممكن يجيلك سؤال، وعلى فكرة انت ممكن تدخل المديتيشن بنية إجابة لسؤال معين، بمعنى أنا مين مثلا. فانت هتدخل المديتيشن هتقول يا رب نويت أعرف أنا مين، فابعت لي يا رب الإجابة. فهتلاقي أفكار كتير قوي بتدخل في دماغك. فالحاجات اللي ملهاش علاقة بسؤالك تخيل كأنها سحابة وبتعدي، أو كأنه مية جارية زي شلالات كده أو حاجة، والأفكار دي بتنزل مع الشلال، بتجو with the flow. القط بقى الحاجات اللي هي ليها علاقة بالسؤال اللي انت سألته. وما تطلع من المديتيشن أو لما تخلص المديتيشن ابدأ اكتب. اكتب انت مين، بتحب ايه، حسيت ايه، المديتيشن ده حسيت انه وصلك بربنا اكتر ولا لأ، وصلك بنفسك اصلا اكتر ولا لأ. فمع الحركات اللي احنا بنعملها دي والحاجات اللي احنا بنعملها تبدأ انت تقرب من نفسك. ممكن زمان تكون بتهرب من نفسك كتير، بتهرب بان انت مش عايز تقعد مع نفسك، مش عايز تتكلم طول الوقت، عايز تخرج طول الوقت، عايز دوشة في حياتك، علشان اللحظات اللي انت بتقعد فيها مع نفسك مثلا تبدأ انت بقى تلاحظ الباترن بقى، اللي هو انا دايما لما بقعد مع نفسي بقعد الوم نفسي. طيب ما هو اللوم ده مش حاجة صح، ده حاجة، دي اخطر حاجة في الدنيا، لان ربنا نفسه غفور رحيم. فانت ليه مش عايز تغفر وتسامح نفسك على غلط انت عملته قبل كده؟ يعني خد من أسماء الله الحسنى الحاجات اللي تخليك تبقى طيب على نفسك. لأن أنت لو قعدت مع حد من صحابك definitely هتقوله نفس الكلام. أنت ليه بقى ما بتطبطبش على نفسك أنت، مع إنك أنت محتاج الطبطبة دي أكتر من أي حد تاني؟ طبطب على نفسك وقول له it's okay، عادي، احنا بني آدمين، طبيعي إن احنا نغلط ونتوب، ونغلط ونتوب، ونغلط ونتوب، وهنفضل نغلط ونتوب لحد ما نقابل وجه رب كريم. فعادي يا جماعة take it easy take it، يعني خدوا الحياة بشكل مبسط قوي. للأسف احنا دلوقتي الحياة بقت على جري جري جري، وكله بيجري ورا التاني، وكله عايز يسبق، سباق طول الوقت. فطبيعي انك لما تفضل تجري 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 وما تقفش تاخد نفسك انك هتتعب. فانت محتاج انك تاخد نفسك، تشد الفيشة، تعيد هيكلة او برمجة مخك في الحاجة اللي انت نفسك فيها والحاجة اللي انت عايزها. وابدأ بقى كون دعوة جميلة كيوت كده أو affirmation، وادعي ربنا كل يوم بيها. يا رب أنا نفسي أبقى يوجا انستراكتور مثلا، ساعدني. وكل يوم ادعي ربنا بيها، واصحى عليها ونام عليها، وعيش ان انت ربنا رزقك بالحاجة دي، وان انت بقيت يوجا انستراكتور، وان انت بقيت مشهور جدا، وان انت بقيت بتطلب بالاسم، وان انت بقيت، انا بقول لكم الحاجات اللي انا بحلم بيها كل الحاجات دي عيشها وحسها، وحس برحمة ربنا وبركته، وان هو فعلا حقق لك الحاجة دي. فما فيش والله العظيم هتلاقي ربنا جابها لك لحد عندك. حسن الظن بالله كلمتكم عنه كتير، وهفضل اكلمكم عنه طول ما انا عايشة. حسن الظن بالله، وان انت اي حاجة نفسك فيها واي حاجة عايز تحلها ربنا هيحلها لك، بس لما تثق ان ربنا هيديك الحاجة دي، وتشتغل وتسعى، وتسيب النتيجة على الله. ما تقعدش مستني العوض او تقعد مستني ربنا هيجيب لي الحاجة دي امتى. اعمل الخير وارميه البحر زي ما بيقولوا. في نهاية حلقتنا احب اشكركم ان انتوا وصلتوا لنهاية الحلقة، وشكرا لدعمكم وحبكم. وحتى لو ما كنتوش بتستفيدوا قوي من الكونتنت اللي بعمله، فده كفاية بالنسبة لي ان انا
حاجة اتعلمتها حبيت ان انا اوصلها لكم، ويا رب تكونوا بتستفيدوا، ويا رب اكون بقدر اني اخرجكم من حالة وحشة لحالة حلوة. انا بحس ان ده هدفي في الحياة، فساعدوني ان انا اكمل واني افضل معاكم كده على طول. واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتس على يوتيوب اي حاجة نفسكم ان احنا نتكلم فيها مع بعض، او اي مشكلة عايزين نحلها سوا. أنا معاكم. I'm totally welcome to do whatever you want and whatever you need. Remember, you are a special person. مفيش مخلوق على الأرض شبهك. كل حاجة أنت بتعملها ليك بصمتك وليك طريقتك في التفكير. عمرك ما هتبقى شبه حد، وعمر ما حد هيحل مكانك. ولا تخاف على نفسك ولا على رزقك في الدنيا، طول ما أنت مراعي ربنا في نفسك أولا، في اللي حواليك. أشوفكم إن شاء الله البودكاست اللي جاي. شكرا.